اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه حاجه حلوه كده، حاجه من بتاعه زمان وروايح زمان، ولما كنا بنعملها في البيت كانت بتقلب الدنيا. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه المفتقة أو الحلبة المعقودة أو مربة العسل. إحنا الإسكندرانية بنقول عليها الحلبة المعقودة. إن شاء الله هنعملها مع بعض بأسهل مكونات وأسهل طريقة، من غير تعقيدات، من غير افتكاسات، من غير أي حاجة. معانا إيه يا حبايبي؟ معانا عسل أسود، ده 3 كيلو من العسل، انا هعملهم ان شاء الله. معانا نص كوباية من الزيت، مش هعمل سمنة لان السمنة يا حبايبي لما بتبرد بتبقى عايمة على الوش، بيبقى شكلها مش لطيف. نص كوباية من الزيت، 3 معالق من المغات، 3 معالق من الحلبة المطحونة، نص كوباية من الدقيق، كوباية من الفول السوداني، وكوباية من السمسم. لو عايزة تحطي زيادة براحتك. حلة ألمونيوم على النار هنزل عليها بالزيت. حلة لازم تكون ألمونيوم يا حبايبي، ولازم تكون كبيرة. هنزل عليها بالسمسم الأول لأن ده مش متحمص، هحمصه أهو بالشكل ده. وانزل عليه بالفول السوداني، مش هياخد وقت معايا لأنه متحمص، الفول السوداني متحمص. هنزل بالدقيق، حمره كويس طبعا الدقيق اهو بالشكل ده كده. اتحمر معايا كويس. هنزل بقى بالحلبة. لو ما عندكيش حلبة مطحونة ممكن تستبدليها بحلبة محوجة، برضه هتبقى حلوة. مش هنحط طبعا المغات. المغات يا حبايبي لو حطيناه هيمط معانا مع العسل وهيبقى طعمه وشكله مش حلو خالص، هنحطه في الآخر خالص. هحمرهم كويس مع بعض اهو، اتحمصوا حلو معايا بالشكل ده كده. هنزل بقى يا حبايبي عليهم بالعسل اهو بالشكل ده، مرة واحدة، وهقلب اهو. اول ما ينزل العسل هتحسي اللي هو مكلكع كده، هقلب فيه على طول، ايدي على طول فيه، ما سيبهوش على النار، وهدي النار خالص خالص، تبقى نار هادية كده، واقلب عشان العسل بتاعي ما يتحرقش ولا يعمل كده قعر كده في الحلة، هيبقى طعمها وريحتها مش حلوين، فخلي بالك من النقطة دي. وما نقعدش نقلب كده في الحلة شمال ويمين، لا نقلب في اتجاه واحد لان العسل مش عايزينه يكلكع. هنا بدأت تغلي معانا اهو يا حبايبي بالشكل ده. هخليها تغلي مرة واتنين علشان الدقيق اللي فيها والحلبة كمان يستووا اهو. الحلبة يا جماعة المعقودة من الأكلات الشتوية الحلوة الجميلة اللي بتدفينا، اللي كلها غذاء، كلها حديد عشان العسل الأسود. وحبايبي اللي بيعانوا من النحافة، دي أحلى حاجة لزيادة الوزن، وحلوة كمان للفطار، حلوة كمان للعشاء، يعني مش هتشبعي منها. والله يرحمك يا دايت. اهو بالشكل ده يا حبايبي. هنا خلاص خلصنا. آخر مكون بقى هنحطه المغات. هقلب كويس المغات وتغلي معايا غلوة واحدة وهطفي عليها اهو بالشكل ده. طريقتها سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تعجبك، وإن شاء الله تنفذيها وهتعجبك وتبقي تدعيلي اهو. أقلب كده كويس وأنزل كل اللي على الجوانب ده. هنا حبايبي بقى خلاص كانت بردت وحطيتها اهو. الطبق الحلو ده بقى هيروح لحبايبي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين القوام؟
كل ما هتقعد برضه كل ما هتتقل أهو بالشكل ده. اعمليها لأولادك، حلوة ومغذية ومفيدة، وحلوة للأنيميا بتاعة الأطفال، وحلوة للنحافة، وحلوة لكل حاجة، وللفطار وللعشاء، حاجة حلوة وحاجة خفيفة وعندك في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبك، يا رب ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك مني كل جديد، وأقول لك السلام عليكم.